النقطه اللي هنتكلم عليها الان هي البدروم. البدروم فيه اشتراطات كتير جدا مطلوب مننا ان احنا نحققها. اول حاجه فيها هنتكلم عليها هو الرمب. الرمب لا يقل عرض الرمب عن 3 متر باي حال من الاحوال. الرمب لو هينزل معايا من منطقه الارتداد طوله لا يقل عن 10 متر، ولو هينزل من داخل المبنى طوله لا يقل عن 4 متر ونص. المبنى عدد الوحدات فيه لو زادت عن 8 لازم اعمل رمبين، والمسافه بين الرمبين لا تقل عن 8 متر. مساحه الجراج اقل من 250 متر يمكن لي ان انا اعمل رمب واحد، ولو زادت معايا عن 250 متر لازم اعمل فيها رمبين. الرمب في حاله الواجهات اقل من 20 متر. طبعا احنا اخذنا قبل كده ان الارتداد في الواجهات اللي هي اقل من 20 متر بيكون 2 متر ونص، وانا اقل عرض للرمب 3 متر. فازاي انزل من الارتداد اللي هو عرضه 2 متر ونص؟ في الحاله ديت لازم احقق شرط عرض الرمب 3 متر في مسافه طول الرمب اللي هي 10 متر، وبعدين اقدر ارجع ابرزها تاني في الادوار المتكرره. الجراج اقل ابعاد لجراج سياره بتكون 4 متر في 2 متر ونص. طيب استخدامات البدروم: مسموح لي ان انا اعمل بدروم جراشات، مسموح لي ان انا اعمل غرف خدمات، مسموح لي ان انا اعمل مخازن، مسموح لي ان انا اعمل صالات العاب رياضيه، مسموح لي ان انا اعمل غرفه حارس، مسموح لي ان انا انشئ حمام سباحه في البدروم.